كتفك بيطرقع كل ما تحركه، وعندك وجع في الكتف بعد ما بتقوم بأي وظيفة حركية في يومك. النهاردة هنتعلم حاجة مختلفة، ازاي تتخلص من ألم الرقبة وتثبت لوح الكتف وتنسى تماما الطرقعة اللي بتحس بيها وانت بتعمل شولدر بريس. السر مش في عضلة بعينها، لا، السر في المنظومة الحركية، في خطين الفاشية المسؤولين عن حركة وتحكم الدراعي. طب العلاج؟ انا عندي 3 مبادئ. الاول لازم يكون عندنا مدى حركي وتحكم كافي. التاني الحركة نفسها عن طريق الفاشية. التالت الهايبريد والاكسبلوسيف باور. فالاول المدى الحركي، لازم تتأكد انك عندك المدى الحركي الكافي. هتقف قدام مراية بالجنب وترفع دراعك وتشوف هل الدراعين اليمين والشمال بيوصلوا لنفس النقطة، ولا في دراع تحسه متخشب مش راضي يكمل معاك المدى الحركي كامل. ازاي بقى نختبر التحكم؟ وانت بترفع دراعك لفوق لازم تتأكد ان لوح الكتف ما بيطلعش معاك. في ناس كتير من اللي بتتمرن شراجنج في الجيم بتلاقيهم بيرفعوا لوح الكتف وبعد كده يرفعوا كتفهم لحد ما لوح الكتف بيفقد التحكم بتاعه وبيبعد عن مكانه الاساسي، وهنا بتظهر كل المشاكل اللي اتكلمنا عليها. لان لو مفيش مرونة كاملة وتحكم كامل مفيش حركة قوية بس في ألم. وهنا نوصل للنقطة الحركية، الحركات عن طريق الفاشية. الكام حركة دول لو التزمت عليهم هينسوك الألم تماما، وبالذات آخر تمرين لأنه فرق معايا أنا شخصيا. التمرين الأول مسؤول عن الجزء الأمامي للفاشية. لو عندك ريزيستنس باند اللي هو حبل المقاومة، أو عندك تيشيرت عادي بسيط جدا، هتمسكه بين دراعاتك وتعمل أكنك بتشده. دي الحركة الأولى. الخطوة الجاية انك بتحاول ترفع دراعينك وانت محافظ على الشد لأقصى مدى حركي تقدر توصل، وركز ان لوح الكتف ما يتحركش معاك. ويفضل جدا انك تعمل الحركة دي قدام مراية. وتمرين رقم 2 الفوم رولر اللي انا بحبها. هتحطها على الحيطة وتحط دراعاتك عليها وتحرك لفوق ولتحت بتحكم، ولوح الكتف ما يهربش منه. تمرين رقم 3 للجزء الخلفي من الفشل، ريزيستنت باند اللي هو الحبل المقاومة، وهتشده اكنك بتعمل روينج بتاع الجيم. تجرب مرة وانت تاني كوعك ومرة وانت فارد كوعك. التمرين رقم 4 بتجيب كرة بلاستيك، لو مش عندك اشتريها مش هيخسرك. دقيقة واحدة في اليوم هتغنيك عن وجع الكتف. هتحط الكورة على الحيطة وترسم على الحيطة اكنك متخيل رقم 8، لان زي ما قلنا في الفيديو اللي فات الثبات معناه قوة. ونوصل في الاخر لاهم تمرين فيهم، التمرين اللي فرق معايا انا شخصيا، الكاتل بيل سناتش. بس قبل ما اقولك عليه تأكد انك عامل سبسكرايب ومشير الفيديو لصاحبك اللي بيشتكي من وجع الكتف. الكتل بيل سناتش انا بحبه شخصيا لان فيه كل العوامل الحركيه، في اكتيفيشن للكور، في ثبات للوح الكتف، في منظومه حركيه منظمه جدا تخليك تعمل كتف قوي من دون اي اصابات. ولو عايز اي ادوات اللي انا ذكرتها في التمارين هتلاقي ليها لينكات في وصف الفيديو. وفي الاخر عندي ليك سؤال، تفتكر ليه رغم انك عملت كل تمارين اللو باك بين لسه الوجع بيظهر عندك او بيختفي فترة ويرجع لك؟ وده هيكون موضوع الفيديو الجاي. فاعمل سبسكرايب وشير الفيديو لصاحبك، وما تنساش تعمل لايك، وتتابعنا على المنصات التانية هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. تمارين تبان بسيطة لكنها مهمة جدا عشان ترجع التواصل العصبي الحركي، ولوح الكتف يبدأ يعرف مهمته في المنظومة الحركية كلها.